السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا نزلت فيديو عن جماعة الخنازير اللي من صلب اليهود اللي بره. قلت لهم اتحداكم حد فيكم يطلع يرد عليا على القواعد الامريكية اللي في قطر وفي تركيا، ووجهت برضو كلامي لابو تريكة والكلام ده. طيب ما عجبش طبعا الفيديو بتاعي خرفان نظافة خنازير الصهاينة او خدامين الصهاينة او اللي جايين من صلب اليهود، اتباع الخرفان اللي بره، دخلوا برضو يغلطوا فيا. طيب حد فيكم لما سمع الفيديو جه قال هي صح او ان هي هرد عليها حتى بدليل، هرد عليها حتى ان هي مش هيدافعوا عشان حاجه او مش هيتكلموا عشان حاجه؟ لا، دخلتوا غلطوا. بتخشوا تغلطوا في ايه ليه؟ يعني بتغلطوا فيا ليه؟ ايه اللي انا قلته غلط علشان تغلطوا فيا؟ ثم انا ما كلمتكوش انتوا يا خدامين يا اللي جايين من صلب اليهود. انا ما غلطتش فيكم، انا غلطت في انتوا صح شغالين عندهم خنازير. طب يا خنازير، مفيش دكر فيكم طلع رد عليا. مفيش دكر طبعا، انا عارفه ان مفيش دكر فيكم، مفيش. والنعاج اللي عندكم مفيش واحده فيكم من صلب دكر، ما حدش ولا واحده ولا خنزيره ولا خنزير رد عليا. دخلتوا تغلطوا بس، وده اكبر دليل ان انا حرقاكوا. برضو اكبر دليل ان انتوا ما عندكوش رد لاي حاجه مفيده او لاي حاجه معلومه صح، مفيش. دخلتوا تغلطوا ما بتفهميش مش عارفه. طب انا ما بفهمش ليه؟ انا سالت سؤال وتحديت بيه لجماعه صلب اليهود، انا اتحديتهم بيه. مين اللي حد طلع رد عليا وقال احنا مش هنتكلم عن قطر وتركيا عشان 1 2 3؟ طيب بما انكم رديتوا وشتمتوني وعملتوا نفسكم اولياء الامور بتوع صلب اليهود اللي بره، طب سعادتك رد عليا، وانت كمان رد عليا. يعني يا جماعه صلب اليهود، يا جماعه اللي جايين من صلب اليهود، ما هاجمتوش ليه قطر وتركيا على القواعد الامريكيه اللي بتطلع طيارات عسكريه تضرب اهل غزه؟ زي ما نبحتم على السفينه اللي دخلت مصر، اللي طبيعي بتخش على طول اي سفينه في المجرى الملاحي العالمي بتاع قناه السويس. نبحتوا على مصر بطريقه كبيره. طيب يا جماعه صلب اليهود، سواء بقى مصريين ولا مش مصريين، ما دخلتوش غلطتوا ليه؟ ما جاوبتنيش ليه على السؤال؟ ما نبحتوش ليه على قطر اللي فيها اكبر قاعده عسكريه امريكيه اللي بتضرب اخواتكم؟ قال ايه اخواتكم اللي في فلسطين؟ اللي اخواتكم اللي ما بتفتكرهمش الا في وقت بمزاجكم كده، لما بس تيجي سيره مصر. لا تفكروا نفسكم حاجه ولكم اهميه عندنا، يعني والله العظيم ولا لكم اي لازمه. بس انا برضه حبيت اطلع ارد عليكم في فيديو علشان وبرد عليكم في التعليقات، وبرد عليكم في فيديو، هرد عليكم تاني. اي حد هيغلط هرد، كلها مشاهدات بتيجي، ومنها ان انا بعرف دماغ اللي جاي من صلب اليهود، ومنها بدافع عن بلدي. فاللي زيكم والله ما يلزمونا في حاجه. فانا عايزاكم تنبحوا قوي على مصر، واحنا براحتنا نعمل اللي نعمله، مالكوش فيه. اصل مش لازم نعمل شعارات ونروح ملاعب كوره ونرفع علم فلسطين ونكتب تويته ونلبس حظاظات ونمسك جرابات موبايل عليها فلسطين عشان نبقى ان احنا مع فلسطين وان احنا بنؤيد فلسطين والكلام الخايب ده. احنا افعال مش اقوال. ما نوقفش مركب في النص ونضرب عصفوره معديه على اساس انها اسرائيليه، ولو ضربنا ما بتصيبش. يا ابطال السوشيال ميديا اشتموا كمان، ولو فيكوا ذكر او واحده جايه من صلب ذكر ترد على الفيديو بتاعي، ترد على الفيديو. قولوا لي قطر، السؤال واضح اهو، ايه رايكم في القاعده العسكريه الامريكيه اللي في قطر، اللي الطيارات العسكريه بتطلع منها لقطر لفلسطين؟ وايه رايكم في الماتش المذاع على قناه قطر وماتش اسرائيل وعلم اسرائيل منور؟ لو في مصر كنت نبحته ايه؟ كنت نبحته عليها بطريقه كبيره برضه. ايه رايكم؟ وعلم فلسطين كده منور شاشات قطر وبيتذاع في قطر. ها
السؤال واضح اهو يا جماعه صلب اليهود. لو فيكم ذكر ولا واحده جايه من صلب ذكر ترد عليا. السلام عليكم.